احنا كنا بنعمل تقرير النهارده بخصوص محصول مهم جدا في البلد اسمه محصول القمح. وحصل في السنوات السابقه في اكتر من 25 سنه اللي فاتوا انه كان في اكتر من مشروع قومي لتلبيه حاجه السوق المحلي او تلبيه حاجه المواطن او تلبيه حاجه المزارع، وفي نفس الوقت بنقول انه القمح ده يبقى مصدر مهم جدا لينا في الاستغناء عن اي حد يقدر يلوي دراعنا من الخارج. القمح سلعه مهمه، عيش وعيشه وفلاح واعتماد على النفس والاستغناء عن الاخر، حاجات كتير يعني. من حوالي سنتين احنا خدنا تجربه او سنوي خدنا تجربه، وكانت معانا الدكتوره زينب الديب العالمه المحترمه، وأدرنا هذا الحوار. كان موجود معنا في الاستوديو أستاذتنا سكينة فؤاد، وعملنا أكتر من حلقة في إطار المشروع القومي لتطوير القمح، لتنمية القمح، للاستغناء عن استيراد القمح، الاكتفاء الذاتي من القمح، أي حاجة في هذا الإطار. وكان موجود 1 2 3 نعمل إيه؟ كان موجود معانا حاجات من يعني محتفظ بها، سنابل الخاصة بالمشروع. لما المشروع يكتمل وينفذ في الأرض هيطلع السنبلة دي. كانت السنابل دي محتفظ بيها عند الدكتورة زينب الدين. لكن أن تذهب إلى أرض في محافظة المنوفية، وأن تأتي أي فلاح دلوقتي لو شاف السنبلة دي استحالة يصدق إن دي سنبلة قمح بجد. استحالة يصدق إن دي 30 برج. برج يعني إيه؟ نعد الابراج كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. زهقتوا؟ معلش. 16 17 18 19 20 21 22 23. معلش برضه. 24 25 26 27 28 29 30 31 برج. دي كام؟ 31 برج. انا بقول لحضراتكم زهقتوا ليه؟ لان احنا متعودين على البدروم. دي برج. دي كام؟ 30 برج. دي بالصلاة على حضرة النبي بقى، دي بتاعت الحكومة. حتى لو قلنا ان فيها مثلا ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 برج. شوفوا الابراج اللي هنا دي اللي معموله بدون عواميد، ده برج معمول يتهد لوحده، ده برج معمول يقف. لو حضراتكم، بس التقرير ده هنشوفه بكره بقى، يعني انا هشوف جزء من التقرير النهارده بس التقرير كله هنشوفه بكره. لو حضراتكم شفتوا الحبايه دي، من الحبايه دي يعني دي مسخوطه، ربنا سبحانه وتعالى سخطها، ودي ربنا سبحانه وتعالى مكبرها. هل يعقل ان احنا عندنا امكانيه ومشروع لانتاج قمح بالطريقه دي ومصممين نعمله بالطريقه دي؟ ليه؟ وخلي بال حضراتكم، ده 24 برج ده تطوير هي نفس التقاوي، بس الناس خدوها وطوروها. يعني التقاوي بتاعت السنه دي من السنبله بتاعت الحكومه دي الهشه دي، الدكتوره خدتها ومجموعه العمل اللي معاها ودكاتره كتير جدا وباحثين كتير جدا وعلماء كتير جدا. خلي بال حضراتكم، ما كنا بنتكلم في الموضوع ده من سنوي، طلع علينا بعض الخبراء وقالوا لنا ايه؟ لا، ما ينفعش، الست دي بتقول كلام غريب، الست دي عايشه في كوكب تاني، الست دي مالهاش علاقه بالواقع.
الست دي عايزه مشروع ويمشي وراه والناس تقعد. طيب ادي بعد الثوره لا حد سمع عن زينب الديب ولا حد قال فين زينب الديب ولا حاجه. الست دي يا اخوانا على حسابها بتعمل حاجات على حسابها كتير جدا. الست دي لوحديها خدت مجموعه من الشباب اللي كانوا في الثوره في الميدان والتقت بيهم عند الدكتور عصام شرف، وراحت بهدوء خدت الناس دي واقنعتهم بفكرتها وطلعت على الغيط وقالت للفلاحين يا فلاحين انا ممكن اعمل لكم كذا 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 كذا. وراحت احدى قرى محافظه المنوفيه. ممكن نروح مع حضراتكم، هناخد بس كام حوالي 7-8 دقائق كده متفرقين من الجوله بتاعت النهارده، وبكره ان شاء الله هيبقى مع حضراتكم التقرير كامل. هنشوف 5 دقائق ونرجع لحضراتكم. دي حضراتكم السنبله المزروعه، دي السنبله بتاعت المشروع بتاع زينب الديب. ده المشروع بتاعها. واخدين بال حضراتكم؟ بصوا عامله ازاي. ده منظر عام للغيطان بتاعت القمح اللي اتزرع من خلالها السنبله في محافظه المنوفيه. ودي كام برج انت خدت بالك منهم؟ خدوا بقى دي 110 حبايه ودي تقريبا ما تجيش 5 حبايات. لا 40 حبايه 14 برج و12 برج. دي 6 12 دي 12 ايه؟ 12 برج. عد بقى دي كده 6 دي دي مضروب يا استاذ جابر كده 24 12 و12 دي 12 برج يبقى دي مضروب على طول. دي مضروب بقى. لا مش مضروب، دي ما حصلتش القواعد، دي مضروب دي ما حصلتش القواعد، ما طلعتش لسه السبيل. دي 30 برج. ده الجراج 30 برج. دول 12 برج. 14 دي 24 24 برج. دي دي 30 برج. 30 30 ابننا العزيز دي 30 عندي 27 سنه. جوز. معايا 2 لا والله. بزرع، معايا ليسانس اداب وتربيه جامعه الازهر، وانا اللي زارع الغله دي من غير. وهوريها لك لو انت عايز تشوف. يعني الدوله تسيبنا في حالنا بقى وتسيب الناس اللي هي الوطنيين، الناس اللي بيحبوا مصر، اللي عايزين مصر تقف لنا على رجليها، توقفها بقى. ما حدش حاجه هتوقف مصر خدناها من الارض. دي خدتها من الارض. ونبعت لنا. بالارض لا ما انا بس لحسن حد يقول بس ان احنا ايه. هات لي بس الارض ما تخافش، مش هتهرش ولا حاجه. خش الارض دي هتنضم خلاص. الارض استوت. الارض دي استوت يا استاذ جابر. والنبي. لا بص معلش خليه بس لا علي هاتها من جذورها كده والنبي بس عشان حد يقول لك ان احنا ايه. هاتها من جذورها كده الله يكرمك. ها اهي على جنب اهي. لا اله الا الله محمد رسول الله. دي ال 24 برج. دي 24 برج. دي 24 برج. هروح مع حضراتكم على غيط. ايه اللي انت عاوزه؟ هروح مع حضراتكم على غيط تاني. انا بس عايز اقول حاجه يا استاذ جابر لو تسمح لي. ان الاصناف دي سخا وجميزه اصناف معتمده من الوزاره، يعني ما هياش اصناف مخترعه. هي اصناف موجوده الحكومه. ما هي الدكتوره مجرد ان احنا خدناها باحثين متخصصين عندهم ضمير اخذوا الاصناف دي من الحكومه وغربلوها وعملوا عليها الغربله الصح فطلعت هذا الانتاج. الفلاح بقى لما بيجي له ده هو بيشتريه، اللي بيشتريه الفلاح ده جاي منين؟ هو ده السؤال. اللي الوزاره بتبيعه يعني للفلاحين بيجيبوه منين؟ اذا كان ده شغل الوزاره اهو، مجرد ان باحثين متخصصين عملوه بضمير وغربلوه بضمير طلع الانتاجيه دي. يبقى انا كفلاح لما بروح اشتري وبيطلع لي اللي هو الصغير ده دي سخا 24 برج. 24 برج ماشي. انا هنخلي ده وهوري حضراتكم حضراتكم. دي لا ما تيجي دي منين؟ مش دي في غيط هنا في دي. موجود. هنروح الغيط اللي فيه دي. وهنروح الغيط كمان اللي فيه الجميزه. الجميزة. يبقى عندنا سخا والمسخوط هنسميه المسخوط. يبقى سخا والمسخوط والجميزه. والجميزه.
الدكتوره قالت ما فيه الكفايه، وفي حد هنا من أيوة. حضرتك انا بقول ان الفلاح بيشتري دي من الوزاره، وبرده دي جايه من الوزاره، بس دي حد باحث عنده ضمير خدها واداها للفلاحين، ودي برضه اشتراها من الوزاره. جايه من الوزاره. دي اصناف معتمده من الوزاره، معتمده من الوزاره، بس الراجل عنده ضمير اللي يديها لنا. بالظبط. يعني مش دي الدكتوره خدتها منكم؟ الدكتوره خدت دي منكم. هتشوفوا ارضها دلوقتي. احنا اللي اديناها للفلاحين، الجمعيات بتاعتنا والشغل بتاعنا. تقاوي معتمده. التقاوي الصنف نفسه خدنا تقاوي الحكومه وغربناها طيب بطريقه كويسه. بالراحه. انتوا خدتوا دي؟ لا دي اللي هم خدوها. لا دي اللي احنا خدناها. من الحكومه. دي اللي احنا خدناها ليه بقى واحنا مضطرين؟ يا ما تاخدش كيماوي يا تاخد دي على الكيماوي. تمام. ونفس الحكايه في الذره. تمام. يا تاخد التقاوي بتاع الحكومه وتاخد الكيماوي بتاعك، يا ما تاخدش يعني انت التقاوي. تاخدها وما تزرعهاش. خدها وارميها. طيب. عشان تاخد الكيماوي. يعني بص، هما في 3 مراحل عشان اقول لحضرتك. الاساس بتاع التقاوي اللي هو حق المربي ده في ملك الوزاره في جميع الاحوال. تمام. فانت بتروح للوزاره بتاخد حق الاساس ده، اللي هو ده، اللي هو الاساس اللي هو ده. حاجه من الاثنين بقى، يا اما تروح تشتريه مباشره من الوزاره في شكاير بيطلع لك المنتج ده، تمام، يا اما تاخده وتعمل عليه الغربله المناسبه يطلع لك ده. يعني المصدر واحد. يعني اللي انا فهمته من الاستاذ محمد وهو من شباب الثوره ومن المتعاونين في المشروع، انه الفلاح بياخد دي، واخدين بال حضراتكم؟ بياخد دي بتاعت الحكومه او تقاوي الحكومه اللي بياخدها. بيحصل ايه؟ انه الفلاح بيزرع دي السنه دي. بيحصل ايه بقى؟ انه بيسلم التقاوي بتاعته للحكومه، الحكومه بتروح مسلمه تاني تقاوي للفلاح، وهكذا. بيحصل ان التقاوي اللي بتطلع من السنبله دي، بيحصل ان الحكومه بتديها لعلماء مش علماء، عملاء. ليه بقى حضراتكم؟ لانه السنه اللي بعديها بتتسخط السنبله، يعني ما بتكبرش، بتتسخط. ايه اللي حصل بقى في المشروع اللي حضراتكم شفتوه ده؟ انه الشباب بتوع الثوره فيهم ناس خريجي كليه هندسه قسم اتصالات، معرفش يعني ازاي، لكن حبوا المشروع. في ناس خريجي اداب، في ناس خريجي تجاره، في ناس من 6 ابريل، في ناس من الناصري، في ناس من الحزب الديمقراطي، في ناس من اللي هو الحزب السلام الديمقراطي، حاجه كده يعني اللي انا فهمته يعني، بس مش الحزب الوطني. في ناس عاديين جدا. حصل ايه بقى؟ ان ال3 العالم، ونمثله مثلا في زينب الديب، الدكتوره زينب الديب، الفلاح نمثله في الفلاحين اللي زرعوا ده، المجتمع المدني والمشاركين فيه، وفي مجموعه كبيره جدا من المجتمع المدني كانت مشاركه. يبقى دي ال3 بيحطهم عنايه ربنا سبحانه وتعالى ورؤيتهم انهم يعملوا حاجه كويسه للبلد. لما حضراتكم ارجع تاني واقول ان ده بالكتير قوي في 14 حبايه، والحبايه لو 14 قمحايه يعني صغننه كده، والقمحايه صغننه وملهاش اي لازمه، واجي لدي لا اله الا الله محمد رسول الله، واجي لدي فيها حوالي 56 حبايه، ده 14 يا اخوانا، ده 56. الصوره قدام حضراتكم، ال3 مراحل اللي بيمر بيها، ده الصوره قدام حضراتكم. شكرا يا شريف. ده الصوره قدام حضراتكم، اللي على ايدكم اليمين دي الحكومه، اللي على ايدكم اليمين دي يا اخوانا الحكومه، واللي في النص دي بيسموها سخا، واللي على الطرف اللي هي رقم 3 بيسموها جميز. هي اسمائها كده. يبقى نخلي اللي في الاولانيه دي مسخوطه كده وقزم وحاجه يعني تخلي الواحد يخبط راسه في الحيط. ليه؟ لانه مصممين بقالنا عقود ان احنا ما ننتجش الا المسخوطه دي، مع ان في امكاننا نسمع للعلماء بتوعنا ونعمل واحده زي اللي في النص دي، او نطور المساله ونعمل واحده زي اللي في الاخر دي.
او نزرع الاثنين. هو ليه يا اخوانا كده احنا ما بنلاقي حاجه كويسه في البلد ليه بندمرها؟ ده تدمير، ده خيانه، والله العظيم خيانه. ان ده مشروع كان ممكن يتعمل من التسعينات. ايه اللي خلى مشروع زي ده يقف؟ طب ما عملناه وجبنا كذا حلقه عليه، قلنا الحاجات اللي عند الدكتوره زينب دي من التسعينات، واحنا كانت الحلقه بتاعتنا 2009 او نص 2010، كذا حلقه اللي عملناهم عن القمح. وهي كانت زرعه ده في 96 تقريبا. قلنا من 96 ل 2009 كام سنه؟ 14 سنه ولا حاجه. قلنا ناس كلموني في التليفون قالوا لي مالكش دعوه بالدكتوره دي. ليه يا اخوانا؟ يا عم دي ماشيه كده بعقلها، سيبك منها واسكت. طيب لما الدكتوره تكلمني واروح الغيط الارض وتشد القلوع كده، لو شريف يجيبها لي تاني معلش، الراجل بيشد البتاع من الارض يا اخوانا، بيشد السنبله من الارض وكان في اصرار اكتر من مره انه شدوها من اهي يا فندم، اهي والله العظيم شددها من الارض قبل ما اجي. اظن دي مش دي خضره لسه، اهي خضره لسه. دول شددهم من الارض النهارده بايدي. والمجموعه ادي واحده خضره لسه اهي، ودي خضره لسه اهي. ده مشدود النهارده، وهتشوفوا حضراتكم بكره في التقرير. ايه اللي يوصلنا المرحله دي؟ ليه مصممين ان احنا لازم ندي خدنا للاخر؟ ليه مصممين ان احنا لازم نكون في الادنى؟ ليه مصممين ان احنا يا عمي ما احنا كده بنستورد. طب انت في ايدك انك انت تعمل اكتفاء ذاتي في الداخل وتصدر، وارضك يا عم، ارضك. زمان كان يقول لك ارضك عرضك. لما تشوفوا دلوقتي الاراضي فيها بيوت وفيها بتاع، هل يعقل؟ يعني بصوا حضراتكم لما على ايد الشمال كده حضراتكم هتلاقوا الراجل كل اللي في ايده ده قلعه من الارض، واللي ورايا ارض، اللي ورايا قمح، مش برسيم ولا اللي ورايا قمح. يعني اللي ظاهر قدام حضراتكم ده مش دي الارض اللي احنا نقصدها. على ايد الشمال هتلاقوا فيه قمح، هتلاقوا فيه زرع اصفر كده، ده القمح اللي بقول لحضراتكم عليه. وهنا برضو على مرمى البصر كده في قمح يا فندم مزروع. شوفوا اللي في ايدي اليمين دي، يا شريف كده وانا بشرف اللي فاتت دي، شوف دي يا فندم، دي ما ينفعش اقف. طيب بصوا حضراتكم، بصوا الراجل ماسك في ايده، اللي في ايده اليمين دي واللي في ايده الشمال دي. اللي في ايده الشمال دي هي ده المشروع. بصوا من جمالها ومن تقلها مايله، فيها 30 برج اهو يا فندم، اهو هخش الارض. بص يا فندم، بصوا يا فندم، بصوا ده قمح يا فندم، دي ارض في البلد، ارض في بلدنا دي. بكره ان شاء الله هكمل مع حضراتكم، او نعمل التقرير الكامل مع حضراتكم بخصوص موضوع القمح.